بقى بسم الله ما شاء الله. انا بشوح الكوارع يا جماعه قبل ما اغسلها الميه. معاكي مع تشويح الكوارع معاكي ايه؟ فلفل، معاكي بصل، معاكي طماطمايه وحبه زيت، وتقعدي بقى ايه تشوحيها كده لما تنزل ايه كل اللي فيها، الميه اللي فيها وكله. بصي، وبعد كده انا محضره الميه عشان ازود ايه، ازودها. طبعا انا ايه اول ما عملتها فعشان يبتدي ما يطيبش معاكي وياخد معاكي وقت والكلام ده كله، لا انا عملت ايه، حطيت حبه زيت، حطيت بصلايه متقطعه، حطيت طماطمايه وفلفل. طبعا انا بعملها قبليها بيوم وتبيتيها الكوارع معاكي ترمي ليه، تنفش يا جماعه، مش في نفس الوقت. وعشان انا ايه كده كده عشان متاخدش معايا وقت، فايه انا ببيتها قبليها بيوم. لما اجي اعمل كوارع ببيتها قبليها بيوم، تمام كده. لكن لو انا هعمل الصبح بعملها الصبح بدري عشان تقعد على الاقل 3 4 ساعات، عشان ايه تمسك معاكي ايه الشارع. تمام كده. الكوارع دي يا جماعه طبعا دي تقريبا صغيره او حاجه مش فاهمه فيها قوي بصراحه عشان ما اكذبش عليكي. بقى ايه بشوحها اديها تشويحه كده عشان تنزل الميه وتنزل كل اللي فيها. وبعد كده هزود ايه بالميه زي الفراخ زي اللحمه ما بعملها. بروح مشوحه في اول حبه زيت عشان ما يديكيش ريم والكلام الفاضي ده والوحش. لا تعملي كده وتزودي الميه بقى والتوابل والماجي وكل اللي انت بتعمليه. احلى حاجه تشويحها. بصي بقى كده، واسيبها اقعد اشوح فيها تقعد تنزل معايا لحد ما ايه تخش ايه تصفر كده معايا. بصي بقى بسم الله ما شاء الله. بعد كده ايه هعملها في طاجن، ان انا هقطع معاها فلفل وطماطم وبصل برضك، واروح ايه مدخلاها مع معلقه صلصه وادخلها ايه الفرن ده بس تكون ايه استوت. تمام كده. تاني يوم اروح ايه عامله كده. بس بقى بسم الله ما شاء الله. بصي ريحتها طبعا جميله جميله جميله، ليها ريحه حتى حلوه ان انت حتى بتشوحيها، غير ان انت تحطيها كده في حبه ميه وتسلقي وتنزل لك ميه مش عارفه ايه. لا الكوارع تتشوح يا جماعه عشان